السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناة مريم. اليوم باذن الله غادي نقدم لكم واحد حريشات في الفران كيجيو زوينين بالنافع، وكنتمنى من هذا الفيديو هذا تبارطاجيو مع العائله ومع الاحباب. ودابا ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في الحرشه ديالنا، غادي نحتاجو كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال سنيده، كاس ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاج كاس ونص ديال الماء عادي، درت فيه معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ندير شويه الملحه، معلقه كبيره ديال الكوفيتير ديال المشماش، شويه النافع. غادي نحتاجو 2 خمارات، واحد فاني، ونص كيلو ديال السميده رقيقه ديال الحلوى. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. وبالنسبه للسميده اللي غادي نفند فيها هاد الحرشه هادي، انا اختاريت هاد السميده غليظه ومعها شويه الكوك، يعني كوك اختياري، ممكن ما ديروش. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. المهم البنات غادي ناخذ واحد البول، تاخذوا زلافه ولا بول، المهم كديروا فيها السميده من بعد ما غربلتها مزيان، وكاس ديال الدقيق الابيض حتى هو غربلته مزيان، يعني العبار بكاس الدقيق عبرته بكاس ديال العنبه. ندير معاه واحد فاني، ندير سكر سنيده، كاس لاروب، غادي نزيد عليها واحد 2 خمارات، غادي نغربلهم مزيان. كيف كتعرفوا الخماره كتكون مكوره، يعني من الاحسن تغربلوها. غادي ندير شويه الملحه، غير شويه باش نصحوا الذوق ديالنا. ندير شويه النافع، صافي كنخلط هاد النواشف هادو كاملين. من بعد ما خلطتهم مزيان، يعني نتاكدوا اننا خلطناهم مزيان، كنزيد عليها الزيت. بالنسبه للزيت درت انا كاس لاروب، يعني ما ديروش كاس عامر، غير كاس لاروب راه كافي باش ما تجيش ميدمه بزاف. درت هاد المربى ديال المشماش، من الاحسن يكون جاري ديال الحلوى. صافي كنبسبس هاد الخليط ديالي مزيان، كندخل هذاك الزيت مزيان كندخلو فيها، يعني نحاولوا ما ندلكوهاش، غير ندخلوا فيها هذاك الزيت. صافي ملي كندخلوا فيها مزيان الزيت، كنزيد عليها كاس ونص ديال الماء. وبالنسبه للماء راني دوبت معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ديروا الخميره الفوريه او المعجونه بحال بحال، يعني كاس ونص، حتى هو بقياس كاس العنبه. صافي كنحاول ندخل هاد السوائل هذه في الحرشه ديالي في السميده، يعني كنحاول ندخلها فيه بلا ما نحاولوا ندلكوها. كيف كتعرفوا السميده ما كتبغيش تدليك، يعني واخا تبان لكم في الاول تبان لكم جاريه، ولكن راه من بعد غادي ما تبقاش معنا جاريه. من غادي نخليوها ترتاح ما غاديش تبقى جاريه. هي قد ما كانت العجينه جاريه قد ما كتجينا الحرشه زوينه، ما كتبغيش هي تكون العجينه ديالها قاصحه. صافي من بعد ما خلطت هادشي مزيان غادي نغطي عليها وغادي نخليها واحد ربع ساعه، غير بما تشربت ليا ديك الماء ديالها. صافي وغادي نتلاقاو باش نكملو. من بعد ما خليت الحرشه ديالي ربع ساعه، غادي ناخذ واحد الطبسيل درت فيه السميده الغليظه، ندير معاه شويه الكوك. بالنسبه اللي ما بغاش يدير كوك ماشي مشكل، وبالنسبه للسميده اللي ما بغاش يدير هذه غليظه يدير رقيقه، يعني بحال بحال. انا كنفضل هاد الغليظه هذه، كتجيني زوينه انا فيه، كتعجبني في الحرشه. صافي كندهن يدي بشويه الماء على حساب الخليط تيكون شويه مرخوف. المهم الا حسيتو بها تلصقت لكم في يديكم ديروا شويه الماء، اذا كانت عادي صافي بلا ما ديروا الماء في يديكم. هي قد ما كانت مرخوفه قد ما كتنجح معنا هاد الحرشه هذه.
صافي كندير الكرات على حسب القياس اللي بغيت، وغادي نحطهم في ديك السميده اللي درت مع الكوك. وبالنسبه للفران، انا الفران درتو يسخن، يعني ملي كنبدا نكور فيها كندير الفران يسخن معايا، حيت هاد الحرشه هادي كتبغي الفران يكون سخون، يعني بحال الطريقه ديال البهله. غادي ندير الفران يسخن مزيان. ملي كنخشيها العافيه كتجي من فوقها، صافي غير كتبان لينا تشقات من الفوق، صافي كنطفيو عليها وكنديروا عليها العافيه من التحت. صافي كنطيبوا عليها عافيه تكون يعني مهيله، ما نجهدوش عليها البوطه بزاف باش ما تخطفش معنا في الطياب. المهم البنات اللي اساسي هو الفران يكون سخون مزيان مزيان، يعني هذا هو السر ديالها باش كتجي مشقه معنا من الفوق. ولكن غير ندخلوها نقصوا عليها البوطه. من بعد ما كنحطها في اللاطه، يعني كنحاول نحطها بعيده على بعضياتها كيف كتعرفوا فيها الخميره. المهم البنات، هذه الحرشه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كيف كتلاحظوا كتجي كامله مشقه، غير شعلوا عليها من الفوق حتى تشقق وكملوا ليها الطياب، يعني كتجي كلها مشقه وكتجي هشيشه من الداخل وكتجي معلكه. غير جربوها البنات، راه كتجي زوينه في المذاق ولا في المنظر. يعني نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم، وكنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم للقناه ديالي. المهم وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ما سخيتش بكم. مع السلامه، الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليت لكم الراحه.